طبعا الحكم الاسباني خوزيه مارتينيز، وساعد بحكم الفار هاتيغان من رومانيا. عندنا طبعا 6 حالات. وطبعا الحاله الاخيره هي الحاله الجدليه اللي في المباراه، ولكن راح نحللها حسب ما نشوفها اليوم على التلفزيون. بس رايك نبدا من البدايه، من الاولى والثانيه؟ راح نبتدي طبعا من الدقيقه الاولى. هو هدف النصر الأول جبناه بس للتأكيد بأنه لا يوجد هناك خطأ في بناء الهجمة. سعود عبد الحميد هو اللي ارتقى على لاعب النصر مانيه، وتم استمرار اللعب وتسجيل هدف للنصر. الهدف الأول هدف سليم، لا يوجد أي خطأ، تنافس طبيعي وتنافس عادي. نشوف في الإعادة البطيئة طبعا لاعب الهلال هو من ارتقى على لاعب النصر. الاحتكاك هذا احتكاك طبيعي، لا يوجد أي مخالفة في هذه اللعبة. استمرار اللعب هو القرار السليم، والهدف في الدقيقة الأولى هدف سليم. ممتاز. نشوف في الدقيقة 36 طبعا طرد أصفر، كرت أصفر صحيح. طبعا مطالبة نادي النصر بالبطاقة الحمراء. طبعا القرار الصحيح هو الكرت الأصفر، لا يوجد منع فرصة تسجيل هدف. نشوف لاعب الهلال حسان تنبكتي في الزاوية الأخيرة هناك، هو أقرب ويستطيع منافسة اللاعب على الكرة، وأيضا المسافة بعيدة، فكان العناصر منع تسجيل فرصة هدف لم تتوفر في هذه الحالة. الكرت الأصفر كان كافي؟ الكرت الأصفر كان كافي وصحيح في هذه اللعبة. نشوف في الدقيقة 39 دخول بتهور من قبل لاعب النصر رقم 77 بروزوفيتش. صحيح هو لمس الكرة في الأخير، تغيير اتجاه الكرة، ولكن هذا لا يمنع اللاعب من العقوبة والبطاقة الصفراء بداعي التهور. وهذه اللعبة تعتبر أقصى درجات التهور، باللغة الدارجة نسميها اللي هو الكرت الأورنج بين الأصفر والأحمر. ولكن تقصد رجله اليسار يعني، سواء نجح أو ما نجح ما دام دخل بالأبزاز. نشوف دخوله بالأنزاز على الجانب بالأنكل، وصار سلايد كونتاكت. بس ما كانت قوة، لا فيها، ولكن كان لم تثبت، لا تصل للقوة المفرطة، لا تم تصل للقوة المفرطة. كان سلايد كونتاكت من الجانب، يستحق عليها البطاقة الصفراء لا أكثر من ذلك كحد أقصى. كان قرار الحكم فقط اكتفى فقط بالخطأ دون ما أعطى كرت أصفر دون منح البطاقة الصفراء. كان يجب منح البطاقة الصفراء في هذه الحالة. نشوف في الدقيقة 50 طبعا مطالبة نادي الهلال بركلة جزاء. نشوف الحالة ونشوف اللعبة، دخول لاعب النصر بمنافسة على الكرة مع لاعب الهلال، تنافس طبيعي، لا يوجد ركلة جزاء، احتكاك وتلامس طبيعي. أيضا لاعب النصر بشكل بسيط لمس الكرة ومن ثم صار احتكاك عرضي، لا يوجد أي ركلة جزاء، واستمرار اللعب هو القرار السليم في هذه الحالة. نشوف الدقيقة 65 البطاقة الصفراء في الدقيقة 39. لا منح هنا البطاقة الصفراء الثانية والكرت الأحمر، ولكن احنا لا نأخذ بالاعتبار، لأن ساعات بعض اللاعبين إذا أخذ الكرت الأول يمكن ما يتهور في الثاني، ولكن احنا جبناها يصير الأصفر مستحق برضو. نعم، كرت أصفر مستحق للركل بتهور. نشوف اللعبة الأخيرة وهي اللعبة الجدلية التي يعني منحت الهلال الهدف الأول بداعي ركلة الجزاء في الدقيقة 95. نعم احنا نتفق بأن هناك خطأ وهناك ضرب بالوجه على لاعب سعود عبد الحميد، والخطأ موجود، ولكن في هذه الحالة طبعا من هذه الكاميرا صعب جدا تحديد ما كان هناك ضرب. قد يتساءل أن الضرب استمر، لا، احنا نقول في حالات الضرب لا يوجد هناك استمرارية من أول طق فقط أثناء البوينت اوف كونتاكت، اللي هو نقطة التلامس، نقطة الضرب وين حدثت داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء. فقط الاستمرارية هي في حالة المسك أو السحب، تكون هناك استمرارية إذا كان ركلة جزاء. في هذه الحالة هناك الضرب، البوينت اوف كونتاكت، أين حدث التلامس، أين حدث في هذه المنطقة، في هذا التصوير. يعني نكون صريحين مع أنفسنا. أنا ما أقدر أحدد هل هذا كان الخطأ. أولا نتفق أن الخطأ موجود، ولكن هل هذا الخطأ داخل منطقة الجزاء أم خارج منطقة الجزاء لا أستطيع أن أحدد في هذه الزاوية. ممتاز. هذه اللقطة اللي أشوفها الآن الحكم، هذا اللقطة اللي أشوفها، لا يوجد عندي كاميرا
على خط ال 18 تحدد هذا النقطة الأساسية والمهمة. لابد أن يكون هناك توجد كاميرا على خط ال 18 لتحديد ما كان الخطأ داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء. هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك عند حكم الفيديو فقط هذه الكاميرات، أنا وجهة نظري استدعاء خاطئ في هذه الحالة. ما دام الكاميرا حقت الخط مش موجودة واللقطة مش واضحة، أو فقط هذه الكاميرات الموجودة عند حكم الفيديو التي احنا شاهدناها اللي شاهدناها في التلفزيون، فقط هذه الحالات كان استدعاء خاطئ من حكم الفيديو، لأن حط الحكم في موقف محرج ولا يستطيع تحديد. يعني الحكم زينا. احنا حاليا بعد ما قدرنا ما حددنا هل هي بس خارج. كابتن هذه الصورة انا فاهم وش تقصد بالحكم. لكن هذه الصورة لو تلاحظ انت قدمي سعود عبد الحميد في الخارج. نعم. وجهه وين بيكون في ذيك اللحظة؟ هذا واحد. اثنين، هل لو كانت على الخط تحسب جزائية؟ أيوة نعم. لو كانت على الخط تحسب جزائية، لأن الخط هو جزء من خط اللي هو 16.5 متر. فاللي يحدد اللمس على الخط أو خارج أو داخل هي الكاميرا اللي تكون على خط ال 18 اللي هي تحدد هل هي الخط موجود يعني داخل او خارج. فالخلاصه عطني خلاصة يعني هذه الحالة بالنسبة لنواف شكر الله، لأنها حالة جدلية. نعم، الحالة هي الخطأ موجود، يجب الخطأ موجود بداعي الضرب على الوجه، كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية وكرت أحمر على مانيه لاستخدام الضرب على الوجه، والمنافسة كانت الكرة على الأرض. هذا واحد. اثنين، لا أستطيع تحديد في هذه الزاوية من هذه الكاميرا، لا أستطيع تحديد المخالفة هل هي داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء. أنا ما أستطيع أحدد هل هي داخل أو خارج. إذا كانت هذه الكاميرات اللي موجودة عندي هي نفسها اللي عرضت على حكم الفيديو، أنا أقول تدخل حكم الفيديو واستدعاء حكم الساحة استدعاء خاطئ. كان يجب عليه إذا كانت فقط هذه الكاميرات كان يدعم قرار الحكم. يدعم بأنه حسب فاول برا أو ما حسب فاول برا، حسب داخل، حسب ما حسب. يدعم قرار الحكم. أنت فار ما دام اللقطة مش واضحة لك لا تنادي. هذا حسب البروتوكول. هذا مش كلام مش من عندي، هذا حسب البروتوكول الموجود في الآيفاب. إذا ما تكون عندك زاوية واضحة وإيفيدنس أو إثبات واضح بأن داخل أو لا تضع الحكم تحت إحراج. ويحسب قرار احتمال يثير للجدل. التقنية وجدت لمنع الجدل وقطع الشك باليقين. ممتاز. فرضية أنه هذه الحالة التي حدثت أو الكاميرا اللي تطالب بها شافها الحكم في الفار بس ما عرضت بعدها. هذه حالة ثانية. طبعا لو تبين بأن حكم الفيديو عنده كاميرا على خط 18 وعرضت لحكم الفيديو وحدد داخل أو برا وما عرضت لنا، هذا شيء. هذا كلام ممكن ثاني. يكون يعرض عليه، يمكن يعرض عليه عنده مختلفة، هو عنده خيارات ولم تعرض علينا في الشاشة. أنا أتكلم فقط باللي شفته موجود. أقول أنا استدعاء حكم الفيديو قرار غير صحيح. بالمجمل يعني حكم الإسباني كانت تقديراته في الأخطاء تقديرات ضعيفة. لم يرتقي إلى المستوى المطلوب. كانت الأخطاء المحتسبة أخطاء بسيطة. الأخطاء اللي كانت يفترض أن تحتسب أخطاء مع بطاقة صفراء لم يأخذها، فكان متذبذب في يعني في قراراته. طبعا تقييمه في قراراته كان ضعيف. نعم. لا يرتقي الى مستوى المباراه. شكرا جزيلا كابتن. الله يعطيك الصحه ان شاء الله في الاستديوهات. نتمنى ان وضحنا الصوره للساده المشاهدين. نتكلم بما نراه في الشاشات وما يقوله القانون وما يقوله الضمير وما يقوله نواف شكر الله. نحن نثق دائما بأن نواف شكر الله سيقرأها قراءة القانون، والناس تنتظر هذا الرأي بعد كل مباراة. نشوفك إن شاء الله في استديوهات قادمة. أنتم كذلك متابعي SSC، كنا معكم في ليلة طويلة جدا من ديربي الرياض، ديربي العاصمة، بطلها النصر والهلال. تقدم النصر في البداية، عاد الهلال عند النهاية، سيلتقيان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ختام الموسم الرياضي.